السلام عليكم. عندنا هاي سيارة شوفرليت سونيك موديل 2012. هاي سيارة زعلانة صاحب السيارة للورشة، يعاني من موضوع اطفاء السيارة تطفى بدون سبب. تشتغل السيارة 5 دقائق تطفى، احيانا 10 دقائق تطفى السيارة. طبعا اذا واحد يفحص جهاز فحص السيارات راح تظهر عنده بعض العطلات، بس هي هذه العطلات ما تخلي السيارة تطفى. مثل يعني عندنا هذا شوي اسمح لي مثل حساس درجة حرارة الكوع مال المي مال الراد، هذا حساس درجة حرارة الكوع مال المي، هذا ما يطفي السيارة. عندنا هنا ظهر عندنا حساس كام شفت بعد المتابعة بالفحص تبين اكو مشاكل بالكهربائية، بس هذا يعني ما يطفي السيارة مفاجئ. بعد ما شيكنا السيارة دقة بين اكو مشاكل شورت موجود بالضفيرة، والشورت مؤثر على خطوط نقل بيانات. كان باص مسوي لي عنده مشكلة بالنقل البيانات اللي تظهر من العقل المحرك وتروح للبي سي ام والعقل. هذه مأثرة على السيارة، نفس الوقت من يصير شورت نقل بيانات الفرصة فوت تختفي. ان شاء الله احنا كملنا السيارة وراح اراويكم فيديو شلون تشتغل السيارة بصورة صحيحة. وهذا الشغل اللي شغلنا يعني اللحيم، طبعا حساسات اللحم اللحيم افضل، يعني اللحيم افضل. هاي مادة القصدير على ما يرتخي بعدين، ويلف الناب الضفيرة تلف بتيب حراري او مثل هذا التغليف. ان شاء الله خير، ان شاء الله تشغلها تشتغل السيارة. طبعا اكثر سيارات السونيك اكثر مشاكل هي مشاكل كهربائية. ليش؟ السيارات السونيك لو تلاحظون الفيش مالتها دائما فيش يعني البن مالتها صغير. شوف هسه هاي الفيش البنات مالتها صغار، اذا كانوا ياكلوا مالتها صغير يصير بيها رخاوات ومشاكل. والشورت دائما يصير بالسيارات القديمة يعني حرارة الجو، يعني مثل ما تعرفون حرارة الجو بالعراق توصل يعني بالظل توصل 50 فترة الصيف. كيف إذا بالسيارة شغالة توصل حتى 70 يعني حرارة المحرك اللي هنا، فيصير شورت بالوايرات والقطوعات. تحياتي ورشة مهدي ناصرية حي الشهداء مجاور جامع المحسن لفحص برمجة وصيانة كافة أنواع السيارات الحديثة كهربائي سيارات.